هو كيف بتعمل ايه برزنتيشن قدام الصف كله؟ طب سوري ان انا هوقف، بس انا عندي قصه جامده جدا في موضوع البرزنتيشن. انا عملت برزنتيشن في الكليه. على فكره انا عندي قصتين بس مع برزنتيشن، هحكي لكم دلوقتي. سوري ان انا وقفت الجيم، بس انا هحكي لكم الاثنين عشان انا عايز اكلبهم واسجلهم للتاريخ بامانه. الاثنين كانوا ازبل من بعض مبدئيا. اول حاجه برزنتيشن كان في تانية كليه. المهم طلبت مننا ايه نعمل كل واحد فينا كانت الدكتوره بتاعت لغه انجليزيه، ولكن انا بما اننا عماره فهي نقت العصور المعماريه ان احنا نعمل سيرش فيه. فقالت مطلوب منكم سيرش عن تنقي عصر معين بستايل معين في العماره وتعمل عنه سيرش. تمام اوكي، عملت سيرش. انا طبعا قالت عصرين، انا اخترت العصر الرومانسي والعصر الفيكتوري. انا اخترت الاثنين دول، الرومانسي والفيكتوري، افتكروا معايا. تمام. رحنا الكليه يا جماعه تسليم الابحاث النهارده، اوكي. عملت ريسيرش ورحت. تمام اتفضل يا دكتور. انا اول واحد، ما انا المجتهد بقى، عامل فيها مجتهد بقى. ايه؟ طب محمد اعمل برزنتيشن للبحث بتاعك على باللغه الانجليزيه قدام زمايلك. وانا وقتها انا عندي انكزايتي، يعني كنت هوبليس كيس اصلا. الدكتور تعب معايا جدا عشان يطلع لي من الانكزايتي اللي كانت عندي دي. انا عندي انكزايتي شديده جدا. والمصيبه دفعتي اللي كانوا موجودين كلهم بنات. بعيد عنك كويس. قلت طب طلعت البحث، تقول لي لا من دماغك. صباح الفل. انا عارف البحث كويس لان انا قارئ اصلا نايم في تاريخ العماره وما عنديش اي مشكله، وعارف انا عامل ريسيرش عن ايه لان نص الريسيرش انا كاتبه من دماغي. فتمام. انا قلت ايه؟ الفيكتوري والرومانسي. الفيكتوري والرومانسي على فكره في عصر في ستايل في العماره اسمه الرومانسي بجد، مش بهزر والله. ما تقولش على الله على الرومانسيه. انا بقى ايه وقفت اتكلم. حد فيكم يعرف رضا حامد؟ حصل حصل على ليها، وده اللي حضرتك لازم تتعرض عليها اقل من الناس، وكل انسان عليها. حضرتك ممكن تسال لو حضرتك مثلا الست دي والراجل ده هم اللي حصل على ايه، هتبقى هيئه المحلفين يحلفوا بنفسهم ويبقى ده صاروا يقولوا لهم حاجه من الناس اللي عليه، وربنا يتنيل يقولوا وصلنا عليه كل اللي حصل على حضره القاضي. تمام. دخلت اللغه في الانجليزي في الاسباني خالص، شخرمت اللغه. و... وبدل ما اتكلم عن الفيكتوري او الرومانسي اتكلمت عن القوطي الجوثك، واتكلمت عن كان يوم التاني كان ايه؟ اتكلمت عن ايه؟ الروماني مش الرومانسي. دخلت الدنيا في بعض. الحمد لله يوم اخدت اول صفر في حياتي. يما بجد كان اول صفر اخده في حياتي في اليوم ده. قلت دي اسود ايه بالظبط. والله ده اللي حصل. ايوه بالظبط هو ده. كان لانه كان عصر رومانسي في الستايلز بتاعته كان رومانسي اكتر. اوروبا واللي منها بقى انت فاهم. تقعد 50 سنه تتعلم. والله العظيم ده اللي حصل. طبعا انا قعدت ربع ساعه كده بهرتل بالكلام هوبا. والمفروض ان انا داخل، انا واحد الكل عارف عني ان انا بتعامل مع اجانب اصلا، ان انا فريلانسر بتعامل مع اجانب اغلب شغلي، فانا بتكلم انجليزي كويس جدا. الدكتوره بصت لي كده وقالت لي ايه؟ طبعا محمد اتفضل اقعد. لقيتها بتحط لي مش صفر كتابه، رزعت نقطه، القلم باظ فيها نقطه. انا محمد طبعا انا قلت قاعد زي الجزمه وحط ايدي ونايم على الكرسي اللي قدامي وساحب نوم لاخر المحاضره. طبعا زميلي ما حدش فيهم كان احسن مني وكله بوظ الدنيا، بس تمام يعني. فالحمد لله لما جينا في الشفوي الدكتوره يعني داخل على الدكتوره في الشفوي، يعني درجه الصفر دي اتصلحت بقت 50 الحمد لله. داخل انا قلت هنخش مع مجموعات زي ما كل لقيتني ايه واحد واحد. الدكتوره تعمل شفوي امتحاننا شفوي واحد واحد. بدات تسالني سؤال بسيط في البدايه، اوكي تمام جاوبت معاها. لقيت اللهجه بتاعت الاكسنت كويسه وبتكلم كويس طالما لوحدي خلاص ما عنديش مشكله. قلت لي بتتكلم كويس اهو. قلت لها ايوه عشان حضرتك فاجئتيني المره اللي فاتت وانا انا بتعالج من كذا 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 وانا عندي مشكله فعلا، ما بعرفش ان انا اتكلم قدام حد. على فكره القناه دي معموله عشان اتعالج باقتراح من الطبيب بتاعي، القناه دي معموله عشان اتعالج من الانكزايتي اساسا. فقالت لي طب تمام. وقامت سالاني
في البرزنتيشن اللي انا عملته من شهر ونص، سالتني وجاوبت، وسالتني في شابتر كامل في الماده وجاوبت، قامت مدياني 50 من 50 في الشفوي و50 من 50 في العملي بتاع اعمال السنه. فالحمد لله يعني تعدلت.